متخيل اللي حصل ده مع بنت عندها 25 سنة؟ يعني فقدوها عذريتها، فقدوها مستقبلها، فقدوها حريتها، فقدوها الامان واللي هي تكون مأمنة لاي حد والاستقرار واي حاجة. يعني خلاص ما بقتش واثقة في حد، بقت بتخاف تتعامل مع الناس. ولكن قدرت انها تواجه وتطلع تتكلم عن المشكله بتاعتها عشان بتطالب بحقها. بتقول انا عايز اعرف هم عملوا معايا كده ليه، انا ما عملتش معاهم حاجه وحشه. كانوا بيأذوا الناس كلها، وكان للاسف الشديد انا ما بحبش الكلام ده، ولكن ما كنتش فاكره ان في يوم من الايام هكون انا واحده من الناس اللي بيأذوها. طبعا قبل اي حاجه يعني ربنا يصبرها على اللي حصل لها، وربنا يصبر اهلها، وربنا يكون معاها ويرجع لها حقها. انا مشفق بجد يعني ومتعاطف جدا معاها، ولكن بس في كلمتين عايز اوصلهم بس بصدر رحم، يا ريت محدش يزعل منهم. احسبوها زي ما تحسبوها، انا مثلا انسان رجعي او مش رجعي، ولكن دي الحاجه اللي احنا اتربينا عليها. طالما بنت خارجه حتى في رحله مع اصدقائها، في بنات في شباب، لازم يكون في حد كبير موجود. يعني لو رحله اكيد بيبقى مثلا حد من اداره الكليه، حد من اداره المدرسه، الكلام ده كله احنا فاهمينه. ولكن لو انتوا شباب وبنات خارجين مع بعض، يبقى لازم يكون في محرم.